عليكم يا بدايه مستلمينها. اجل في سالفه طيبه عند ابو معدي وقد قصها لي وذكرتها انا في ربيع القوافي مع ابو سندس عبد العزيز القرشي. فقصه جار لهم ولكن حبيبنا الشيخ علي بن معدي بن باروك العتيبي ساقها ولكن باللهجه السوريه اللي يعني كثير منيحه يعني فنبي نسمعها منك ابو علي يا ابو معدي. هو سوري هذا او لبناني اللهجه اللبنانيه عفوا. هذا جارنا قبل 20 سنه ما شاء الله. وكنا في فتوة الشباب ذيك الايام وما شاء الله ابو عبد الله كان من المغذين يعني الاشرطه والشيخ عايض القرني وسعيد بن مسفر. فكنا يعني في حاله استنفاذ. فقلت انا وولد عم لي يا اخوي جارنا اللبناني ذا ما يصلي وش الحيله معه؟ قال والله رايك؟ قلت رايي ان نخش في عينه نعزمه هذا. المهم اني كل ما حاولت بخش معه ما يعطيني وجه. ايوه يصرفني. السلام عليكم قال اهلين وسهلين ومشى على طول. يوم من الايام صار على واحد من عياله مشكله. فجاه الا الباب يطق. فتحت الباب السلام عليكم. قلت وعليكم السلام. قال مساء الخير. هذا راعي طويله. قلت مساء النور. قال بنوقف على الباب. قلت له تفضل. دخل يوم جلس قال والله يا جماعه ما بعرفش من فين ابدا. الحقيقه ابني وليد انسجن. كفيله عمل له شيك اما وقعوا على 80,000. والله منه صحيح هيدا الكلام. طيب اول شيء انت ليش ما تصلي؟ جابها الله لك يا ابو معدي. جابها الله. اول ما بهنت انت الحين نحاول نخش معك ما تعطينا وجه. جابك الله على راسك. هو معطيك بالخامس. مره ما يحتاج لو فيه السادس الظاهر. لا حبيبي المهم يجي قلت اول ما ليش ما تصلي؟ قال ما عم اقدر من ظهري عند الدزت ما عم اقدر. منا حلوه العالم عم تصلي وانا قاعد منا حلوه. شوي قلت طيب انت معذور وعيالك ليش ما يصلون؟ قال ما بديين يختلطوا بولاد الحاره منهم مناح مجرمين. المهم قال وش عندك؟ قلنا قال والله من يعني وليد ابني وليد يا حرام وقعوا كفيله على 80,000. والله منه مزبوط هيدا الكلام منه صحيح. كذب بكذب. المهم ان الله قدر ومشينا معه في الموضوع واجراه الله عنه. جزاكم الله خير. فسبحان الله بعد كذا قابلني فالرجل يعني أراد أن يعبر بالشكر وبالهذا ما استطعنا. والله وقفني الربع على طريق عام ما أدري كيف انتبه لي. سبحان الله. لحقني وقفني قلت وش ذا اللي أبو معدي وين حشرني ووقفني. أيوه إلى الآن ما أدري من الشخص هذا. فجأة يوم فتح الباب وجاني يركض. أهلا أبو صلاح. أهلين أبو صلاح. وين العالم وين الناس؟ لك وينكم؟ انا خشيت مع الجو. ايوه اعطيته اللهجه اللبنانيه على طول. ما شاء الله عليك. قال يا اهلين وسهلين يا حبيب قلبي المطاوع وينكم؟ وين العالم وين الناس؟ قلت والله الدنيا اخذتنا في عجقتها. شوي واطلع انا. هذا يوم جيت بمشي هذا ومسكني واخطفني قال والله ما تروح
الا تسلم على امك ام صلاح. انا الان مطوع ولا اقبل بالكلام هذا ولا يصلح الكلام هذا، الا يجرني هو متعافي ما شاء الله عليه ويجرني الا تسلم على امك. قلت سلم لي عليها. قال والله مثل امك ما بيصير هيك حكي. انا المهم جرني لين وقفني على الباب. قلت كيفك ماما؟ سألت ماما. قالت ابني الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يفتحها في وشك. طبعا يعني حقيقة يعني شوف يعني كلام بس يوم قال الزمن ايه هذا الشاهد. الشاهد صدق ابو عبد الله. كان ذيك الايام مع بداية الدش ايه وفيه واحد من ربوعنا اللي معنا ما خلا من يعني مازح وهذا. قال يا ابو صلاح نبيك تمد لنا سلك. قال ايه ممنونكم كثير تمد لكم. قالنا احنا ما عندنا تلفزيون مو بعد. قلنا والله ما باقي الا هي تمد سلك بعد. قال والله شوف يا جماعه والله انتم يا المتطوعين كثير مهضومين، لكن الزمن هيدا منه زمنكم. العالم حجر لكم بزاوية صغيرة ما فيكم تطلعوا منها. ضيقك ولا. قال اقول يقول واحد من الرجال قال اقول والله انا الزمن ان شاء الله زمننا وانت حسوي هديك.